السلام عليكم ورحمة الله. يا ترى إيه اللي هيحصل لو كرة القدم ديًّا اختفت أو لو بقى ما فيش حاجة اسمها كورة؟ بصراحة ده سؤال بيفتح أبواب لخيال واسع كبير جدًا، جدًا. أول حاجة هتيجي في بالك مثلًا هي فقدان الشغف، لأنه ده مصدر سعادة لملايين من الناس حوالين العالم. تخيل كده يعني يبقى ما فيش منتخبات وطنية، ما يبقاش في أندية بتتنافس، ما يبقاش في بطولات، ما فيش لحظات تاريخية بتتسجل في الذاكرة. الإثارة والتشويق نفسهم اللي بتحس بيهم وقت الماتشات خلاص انعدموا، سواء بقى في المدرجات أو قدام التلفزيونات هيختفوا تمامًا. كمان بقى زود على الكلام ده كله الاقتصاد، هيتأثر بشكل كبير جدًا، جدًا في صناعة كرة القدم. ليه بقى؟ لأنها بتشمل حقوق بث وحقوق رعاية وبيع تذاكر وسياحة مرتبطة بالمباريات ديّة. كمان صناعة الملابس والأدوات الرياضية، كل ده هيُقف وهيتحول تمامًا لصناعات تانية. المجتمع نفسه أصلًا هيتغيّر لأن كرة القدم ديًّا ليها دور كبير جدًا، جدًا في تجميع الناس وتوحيدهم، سواء بقى على المستوى الحي اللي عندك أو المدينة أو حتى الدولة نفسها. فلمّا فريق بيكسب البطولة الفرحة بتعُم على الكل، لمّا منتخب بيلعب ماتش مهم الناس كلها بتكون على قلب رجل واحد. فغياب كرة القدم ده هيخلّينا نفقد وسيلة مهمة جدًا، جدًا هي وسيلة التواصل والاحتفال المشترك، اللي هو مثلًا زي ما أنتم عارفين في رياضيات تانية هتاخد شعبية أكبر وهتظهر على الساحة زي كرة السلة وألعاب القوى والكلام ده كله، لكن مش هيبقى ليهم تأثير كبير زي كرة القدم خالص. ولكن أنا كيوسف يعني مش هاحس بالفرق ده. ليه بقى؟ لأني ما عنديش مشاعر أو انتماءات لكرة القدم ديًّا. أي نعم باشاهدها لكن كل فين وفين، لكن مش هاحس بالتغيير ده. فالناس لمّا بتتكلم عن المواضيع ديًّا ما بيبقاش عندي أي فضول إن أنا يعني أتأثّر بالمواضيع ديًّا. لكن في النهاية يعني غياب كرة القدم هيعمل فراغ كبير جدًا، جدًا في حياة ناس كتير، وهيغيّر شكل العالم تمامًا اللي إحنا نعرفه. ممكن تظهر حاجات تانية كتير تاخد مكانها، لكن المؤكد إنها هتفقد الإثارة والبهجة اللي كانت بتضيفها كرة القدم لحياتنا. السلام عليكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة تحت وسبسكرايب وتعملوا كومنتات وتعليقات وكل ده ببلاش for